السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هنحل مشكلة حدث خطأ أثناء التنزيل، أو تعذر التنزيل، أو في انتظار التنزيل، أو التنزيل معلق. بص، بإذن الله مش هخليك تطلع من الفيديو ده إلا وأنت حلل جميع مشاكل متجر جوجل بلاي وتنزيل التطبيقات. تمام؟ بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. طبعا يا جماعة طريقة سهلة جدا. انت كل ما عليك عشان تحل جميع مشاكل المتجر هتروح للضبط. اول حاجة هتقفل الانترنت وتعمل التليفون وضع طيران، وبعد كده يا جماعة تروح رايح للتطبيقات وتتأكد يا جماعة قبل اي حاجة انه انت عندك مساحة. يعني لو المساحة عندك مليانة فده هيكون سبب كبير جدا من فشل تنزيل التطبيقات. بعد كده يا جماعة تروح للبحث وتكتب متجر جوجل بلاي. بعد ما رحنا للتطبيقات وهو متجر هيجيلك المتجر، هتنزل هتروح رايح على مكان التخزين وتروح عامل مسح البيانات، وبعد كده مسح التخزين المؤقت، وبعد كده إيقاف إجباري، وبعد كده هتروح تكتب برضو خدمات جوجل بلاي. هيجيلك خدمات جوجل بلاي دي يا جماعة، هتروح دايس عليها وتروح رايح على مكان التخزين وإدارة التخزين ومحو جميع البيانات ومسح التخزين المؤقت. وبعد كده يا جماعة كلمة إيقاف إجباري. وبعد كده يا جماعة هتروح تعمل إعادة تشغيل للتليفون. وبعد كده بإذن الله واحد أحد هتتحل معاك جميع مشاكل متجر جوجل بلاي. طب نفترض إنه ما اتحلتش عندك المشكلة وأنت في تطبيق عاوز تنزله ضروري، تعمل إيه؟ الكلام ده لو ما اشتغلش يا جماعة أنا متأكد بإذن الله واحد أحد إنه هو هيشتغل. هتروح رايح على متصفح جوجل كروم يا جماعة، وهتكتب فيه مثلا مثلا انت عاوز تنزل مثلا تطبيق تليجرام، هتكتب تليجرام اي بي كي. اي تطبيق انت عاوزه تكتب جنبه كلمة اي بي كي. تمام، وتروح دايس على علامة البحث وتروح دايس على اول موقع اللي هو اي بي كيو، هتدوس عليه. وبعد كده يا جماعة هتروح دايس على كلمة تحميل، وبعد كده هتروح نزل تحت شوية وتروح دايس تحميل اي بي كي اهو. هيجي لك اعلان زي ده، هتروح دايس علامة الاكس اللي فوق، وزي ما انت شايف هتلاقيه بيقول لك تنزيل الملف، اختيار مكان التنزيل، هتروح دايس تنزيل. ده الكلام ده يا جماعة لو المتجر ما اشتغلش، ولكن بإذن الله انا متأكد بنسبة 100% انه هيشتغل وكله هيبقى تمام. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى رب يكون افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.